عسلامة الناس الكل، شحوالكم ان شاء الله تكونوا بخير. اليوم جبت لكم روسيت نتاع جاتو قدرة قادر، وهو عبارة على جاتو بالفلان. تابعوا الفيديو للاخر تو تعرفوا علاش اسمه قدرة قادر، وما تنسونيش في الاشتراك والجيم، ونخليكم مع المكونات وطريقة التحضير. واول حاجه نبداو بها، خديت 200 غرام سكر باش نعملوا به الكراميل. دونك حطيته في بوالا كيما هكا، تو نحطوه على الغاز وما نمسوهوش كيما تشوفوا فيه، ودوبا ما يبدا لي بوغ معناها هكا يذوبوا. تو نبداو نحركوا فيه بشويه لين يذوب بكله ويولي معناها كراميل كولورو معناها كيما تشوفوا فيه لهنا، كيما هكا بالطريقه دي يولي كولورو كيكا. نقصوا في الغاز بالطبيعه، الغاز ناقصين فيه، ونحركوا لين يذوب السكر الكل. تو ناخذوا الكراميل اللي تحصلنا عليه نحطوه ديريكت في المول متاعنا، تختاروا اي مول تحبوا عليها. دونك نحطوه في قاع المول ونحاولوا نحركوا معناها باش نفرشوه، معناها الكراميل نفرشوه في المول الكل. المول هذيا الديامتر متاعها 25 سنتيمتر. دونك كيما تشوفوا فرشتوا في قاع المول الكل، وتو نتعداو باش نعملوا الفلان متاعنا. بالنسبه للفلان عندنا 3 عظمات ساشي سكر فانيليا، وكيس سكر حبيبات عادي، ونص لتر حليب. دونك لهنا نحطوا المكونات الكل مع بعضهم بالطريقه دي ونحركوا، سواء بالفوي الكتريك كيما هكا، سواء بالفوي مانويل كيما تحبوا نتوما. دونك نخلطوهم هكا شويه، نركضوهم مع بعضهم من السكر يذوب، نحسوا به معناها ذاب. تو نجيو نصبوه فوق الخليط نتاع فوق الكراميل اللي حطيناه في المول نتاعنا بالطريقه دي. الكشكوش هذيك كان قيتوها معناها برشا، تنجموا تنحيوها بالمغرفه. وتو نتعداو باش نعملوا الجاتو. دونك لهنا بالنسبه للجاتو خديت 3 عظمات. انا قست كل شيء بالكيس باش نسهل عليكم بالنسبه اللي ما عندوش ميزان. بالنسبه اللي يحب بالجرام يقول لي نكتب له في لي كومونتير معناها بالجرام قداش. دونك كيس سكر وساشي سكر فانيليا، نركضوهم مليح لين يبيض الخليط نتاعنا كيما نعملوا الجاتو العادي معناها بالطريقه دي. وتو باش نزيدوا المكونات السائله اللي هي الزيت. دونك هنا كاس الا ربع زيت وكاس حليب كيما هكا، وبعد نخلطوهم شويه ونزيدوهم المكونات الجافه اللي هي زوز كيسان فارينه وزوز ملاعق نتاع اكل كاكاو مر، وساشي خميره حلويات 10 غرام. دونك نغربلوهم المكونات الكل اللي نزيدوهم، نغربلوهم ونزيدوا بشويه بشويه فوق الخليط نتاعنا. ولهنا نزيدوا الميلونج نتاع الجاتو نتاعنا فوق الميلونج نتاع الفلان. ولهنا علاش اسمه جاتو قدرة قادر؟ على خاطر بعد الفلان يقعد اللوطة كي يطيب والجاتو يطلع الفوق، على ذاك سموه بقدرة قادر. معناها كيفاش ما يتخلطوش مع بعضهم، كيما تشوفوا صبيناهم في البارد معناها كيما هما الفلان ما طيبناهوش، وبعديك في الطياب كل واحد ياخذ بلاصتو. دونك لهنا نحطوا الجاتو نتاعنا في طبق الفور، وطبق الفور نحطوا له ماء سخون من لوطه ولا دافي. كما تشوفوا انا عبيت الطبق بالماء وحطيت فيه المول نتاعي، وندخلوهم للفور على درجه حراره 250 من لوطه بركه مده ساعه. بالطبيعه نتوما والفور نتاعكم كيما ديما نقول لكم، هاكا كان تعرفوا الفور نتاعكم قوي برشا نقصوا شويه الماء. كان نقص لكم معناه وهي تطيب زيدوا الماء خاطر بلاش ما تتحرق. دونك لهنا بعد ما تعديت ساعة كيما تشوفوا دخلت كوردون، بالطبيعة ندخلوا كوردون باش نشوفوا الجاتو طاب ولا. بالطريقة دي يخرج شايح معناه الجاتو طاب مريقل. دونك لهنا نخرجوه من الفرن نخلوه يبرد في درجة حرارة المطبخ معناه يبرد لبرا، وبعد ما يكمل يبرد كومبليتمون ندخلوه للفريجدير يبات ليلة كاملة. انا خليته ليله كامله بالطبيعه، من غدوه نجبدوه بالطريقه دي ونحاولوا نقدوا لي بوغ بالسكينه. كما تشوفوا انا من الاول في المول حطيت لا زيت لا زبده، معناها ما دهنت المول بحد شيء، وما تخافوش ما يلصقش معناها. دونك نقديو لي بوغ هكا بشويه، وبعديك نحطوه في وسط الطبق نتاع الفور كيما عملنا معناها من الاول دوبا ما دخلناه الفور. اما لهنا تو البرا نحطوه في طبق الفور، ونحطوا عليه ماء سخون يغلي، معناها سخون سخون يغلي بالحق، معناها نسخنوا الماء ونحطوه باش اللي في الفلون بعد كي نقلبوا الجاتو ما يلصقناش. تو لهنا خليته حكايه دريجين، وتو باش نقلب الجاتو نتاعي. لهنا ردوا بالكم نقلبوا الجاتو كيما هكا ونخليوه بالطبيعه زاده شويه لين يهبط في عقله هكا، نطبطبوا عليه كيما شفتوا هكا من الفوق. وان شاء الله بقدره ربي معناها يهبط لكم اموره مريقله. تبعوا لي زيتاب معناها بالكدا باش يجيكم كيفي انا. دونك لهنا تو
تعداو درجين. تو لهنا هزيت الجاتو كيما تشوفوا ما شاء الله ملصقش، هبط كيما هو. وهذا القادر بلين على الاخر بالحق، معناها بالخاص اللي يحب الفلان كيما تشوفوا ما شاء الله جي منظر ويشهي نودكم ولا نشهيكم بالطبيعه. ان شاء الله تكون عجبتكم الرسات، وكان عجبتكم كيما قلت لكم ما تنسونيش في الجيم واللايك والبارتاج والاشتراك بالطبيعه. وملتقانا في فيديو جديد ان شاء الله ورسات جديده، وبسلامه.